عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي اتم الصحة والسعادة يا رب، ويجعل سعادة الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجلكم يا رب العالمين. معاكم سارة. لو اول مرة هتشوفيني او هتشوفوا القناة تنزلي تحت الفيديو تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك على طول عندك في الاشعارات بدون ما تبحثي عن الفيديو او تبحثي عن القناة. وفي نفس الوقت هتنزلي على علامة اللايك، تحطي لايك حلو كده للفيديو عشان يترفع يوصل لاكبر عدد من الناس. تقوموا تعملوا ايه؟ تفجروا الفيديو لايكات، تفجروا الفيديو ايه؟ لايكات. النهارده ان شاء الله يا بنات انا هقول لك على 10 مشروبات بتنزل الدوره الشهريه. مش هقول لك كده كمان بس، ده انا هقول لك على وصفه هتنزل لك الدوره الشهريه ولو كانت منقطعه بقالها سنين. وهقول لك كمان الوصفه دي هتنزل لك الدوره الشهريه دي لو منقطعه بقالها كتير. لو عمرك عدى ال 40 سنه والدوره ما بتجيلكيش هتنزل لك الدوره الشهريه. لو انت عندك مشكله في نزول الدوره، الوصفه دي قويه جدا جدا لنزول الدوره الشهريه. قبل ما ابدا هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين يا رب العالمين. قولوا امين امين امين. اول حاجه يا بنات بالنسبه للمشروبات، انا مش هطول عليكم، هقولهم لكم على طول ورا بعض. يعني مش هقعد اشرح لك مشروب ومش هقعد اقول لك ده بيحتوي على ايه وده عباره عن ايه. انا هقول لك المشروبات كلها ورا بعض كده، وهقول لك بس حاجات بسيطه تعمليها معاهم، وانتي شوفي المناسب ليكي والموجود عندك واعمليه منهم. كمان هقول لك الوصفه في اخر الفيديو ان شاء الله عشان لو مناسبه معاكي تعمليها. اول حاجه يا بنات بالنسبه للمشروبات انا هقولهم لك من اقوى حاجه لاقل حاجه بالتدريج. اول حاجه يا بنات بالنسبه للمشروبات دي هو مشروب القرفه. القرفه من اكتر المشروبات اللي بتنزل الدوره الشهريه، وتعتبر من افضل المشروبات اللي بتنزل الدوره الشهريه. القرفه لو شربتيها على الريق والدوره عندك غايبه، لو شربتيها على الريق لمده 5 ايام هتنزل لك الدوره الشهريه. يعني اول ما تقومي من النوم تعملي كوبايه قرفه. طريقتها زي ما انا هقول لك كده، هتاخدي الكوبايه ماشي، تحطي فيها لو عندك الفتله القرفه فتل او باكت يعني بتحطيه في الكوبايه وتغلي ميه وتحطيه عليه. لو عندك الفتله باودر بتغلي الميه وفي اخر غلوه في الميه بتيجي حاطه معلقه من القرفه وطفي عليها وحطها في الكوبايه مصفياها ومحلياها بعسل وتشربيها. دي بتنزل الدوره ومن اقوى المشروبات اللي بتنزل الدوره الشهريه ان شاء الله. يبقى اول حاجه يا بنات القرفه. تاني حاجه هو الشيح او العرعر. هو الشيح هو العرعر عشان في بنات مش عارفه هو ايه الشيح. الشيح هو من المشروبات اللي بتنزل الدوره الشهريه، ولو خدتيه لمده 3 ايام كل يوم 3 كوبايات بينزل الدوره الشهريه لو غايبه عليكي ان شاء الله. لو هي يعني ما نزلتش ومفيش حمل. بس طبعا المشروبات دي لازم تتاكدي الاول ان مفيش حمل والدوره غايبه عليكي يبقى تتناولي المشروبات دي، عشان لو انت في حمل ده بيكون غلط لا قدر الله. يبقى تاني حاجه العرعر او الشيح هو بينزل الدوره الشهريه. بتبداي ان انت تجيبي الشيح وتغليه في ميه، تاخدي الميه تصفيها وتشربيه 3 مرات في اليوم لمده لا تقل عن 3 ايام او 4 ايام. لو الدوره الشهريه غايبه عليكي ان شاء الله هتنزل باذن الله عز وجل. طيب ده تاني حاجه. تالت حاجه بقى هو الزنجبيل. الزنجبيل يعتبر حار ويعتبر من الاشياء اللي بتنظف الرحم وبيساعد على تنظيف الرحم وبيساعد كمان على انتظام الهرمونات. فالزنجبيل لو تناولتي الزنجبيل هو كويس جدا عشان ان شاء الله ينظف الرحم وينزل الدوره، كمان بيسخن الرحم فبيساعد على نزول الدوره المتاخره ان شاء الله. نيجي للنقطه اللي بعد كده. النقطه اللي بعد كده يا بنات هو القرنفل. القرنفل بينزل الدوره، بس القرنفل لوحده ما ينفعش لانه بيعلي الضغط وممكن يسبب لك لخبطه في الهرمونات. فالقرنفل لوحده لا، لكن هتنقعي القرنفل مع المرمريه او تنقعيه مع البردقوش، لازما حاجه من الاثنين. ويفضل المرمريه. لو عملتي منقوع القرنفل مع المرمريه ده مش هيرفع الضغط عندك، في نفس الوقت هيساعد على نزول الدوره الشهريه. فالقرنفل كويس جدا عشان نزول الدوره الشهريه وتنظيف الرحم كمان. العشبه اللي بعد كده يا بنات هو كف مريم. عشبه كف مريم هي بتساعد على انتظام الهرمونات، بتساعد على تنظيف الرحم، بتنشط المبايض. كمان لو انتي بتخططي الحمل ممكن تاخديها، وبتساعد على نزول الدوره الشهريه. بتغلي ميه وبتحطيها فيها وبتبداي ان انتي تاخديها
تاخديها كمشروب، يعني بيساعد على تنظيف الرحم ونزول الدورة الشهرية لمدة اسبوع. بعد الاسبوع او خلال الاسبوع هتنزلك الدورة الشهرية ان شاء الله. النقطة اللي بعد كده هو مشروبات تحتوي على فيتامين سي. اي مشروبات زي البرتقال زي الجوافة، اي حاجة بتحتوي على فيتامين سي هي بتساعد على نزول الدورة الشهرية. فمشروبات تحتوي على فيتامين سي ان شاء الله هتساعدك على نزول الدورة الشهرية. اليانسون يا بنات، اليانسون او حبة الحلاوة لو خدتي المية بتاعته ده بيساعد على نزول الدورة الشهرية، كمان بيساعد على تنشيط المبايض وبيساعد على تنظيف الرحم وبيساعد على سخونة الرحم. فسخونة الرحم دي هي اللي هتنزل الدورة الشهرية. فاليانسون كويس جدا لتنزيل الدورة الشهرية. ممكن تاخديه وتتناوليه عن طريق ان انت بتحطيه في مية وتغليه. الاول طبعا بتبداي ان انت تغسليه وبعد كده تحطيه في مية وبعد كده تغليه على النار وتاخدي المية بتاعته تصفيها وتاخدي الميه بتاعته وتحليها بمعلقه عسل زيه زي القرفه بالظبط وتبداي ان انت تشربيه. كف مريم برده بيتعمل بنفس النظام. الزنجبيل برده ممكن تقطعيه شرايح لو هو طازه وتغليه في الميه وتاخدي الميه بتاعته وتشربيها. طيب احنا قلنا اليانسون. النقطه اللي بعد كده هو عصير الجرجير. عصير الجرجير من ضمن الحاجات المحفزه للرحم، يعني محفزه للمبايض لانتاج البويضات ومحفزه للرحم لحدوث الحمل. فطبيعي لو انت خدتي عصير الجرجير وانت عندك الدوره غايبه هينزل الدوره، كمان هيحفز الرحم على الحمل، كمان هينشط المبايض عندك وهيعزز من القدره الجنسيه. كل المشروبات اللي انا قلتها دي هي ان شاء الله هتساعد على نزول الدوره الشهريه، هتنظم الهرمونات، هتساعد على تنشيط المبايض، كمان هتكون كويسه لو انت بتخططي الحمل لحدوث الحمل ان شاء الله. تناوليها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي كويسه جدا. طيب نيجي بقى للوصفه. الوصفه دي يا بنات انا الاول عايزه اكلمكم عنها شويه. الوصفه دي هي بتساعد على نزول الدوره لو الدوره غايبه عنك. لو الدوره منقطعه بقالها سنين وانت سنك مثلا فوق ال 40 والدوره منقطعه هترجع لك الدوره لو عملتي الوصفه دي. الوصفه دي يا بنات كان في بنوته كانت متاخره الدوره عليها وهي عندها 40 سنه ومتاخره الدوره عليها وهي عايزه تحمل، يعني بتخطط لحمل، والدوره بدات ان هي تتقطع وترجع وتتقطع وترجع لانها عدت سن ال 40 والدوره اتقطعت عنها بدري شويه. فجت قالت لي انا عايزه وصفه كويسه عشان تنزل الدوره لحدوث الحمل. فانا رشحت لها الوصفه دي لان الوصفه دي لو الدوره منقطعه عليكي او عديتي سن اليأس او قربتي على سن اليأس اللي هو سن بعد ال 40 سنه والدوره هتنقطع عليكي، الوصفه دي بتنزل الدوره، كمان هتساعد على نزول الدوره فيتنشط المبايض، تقدري تاخدي معاها وصفات طبيعيه لتنشيط المبايض فيحصل حمل عندك ان شاء الله باذن الله. الوصفه هي عباره عن خل التفاح والحمص والزنجبيل والقرفه. خل التفاح، الحمص، الزنجبيل، القرفه. تمام. هتجيبي الحمص اللي هو الحمص الشام، وهتجيبي خل التفاح. هتحطي الحمص في خل التفاح تنقعيه، يعني هتعملي منقوع الحمص في خل التفاح وهتحطي عليهم كوبايه ميه وهتحطي عليهم قليل من الزنجبيل وقليل من القرفه، يعني نص معلقه من الزنجبيل ونص معلقه من القرفه، وتنقعي حمص الشام مع خل التفاح، وتاخدي الميه بتاعت حمص الشام وخل التفاح تاخدي منها معلقه واحده صغيره على الريق وتاكلي الحمص ده يوميا لمده 41 يوم. لمده 41 يوم تاكلي الحمص اللي انتي نقعتيه في الميه مع الخل التفاح والزنجبيل والقرفه لمده 41 يوم. لو الدوره منقطعه عنك هترجع باذن الله. تاخديها لمده اسبوع. لو الدوره منقطعه عليكي هتنزل باذن الله. جربي الوصفه دي، هي تعتبر قويه جدا وهتساعد على نزول الدوره. كمان لو الدوره منقطعه عنك وبتخططي الحمل ان شاء الله هتساعد على حدوث الحمل. وما قلتهاش لحد لما ربنا كرمه عليها وحمل والدوره نزلت وانتظمت عنده وبترجع الدوره المنقطعه. هو ده الفيديو بتاع النهارده، وهي دي المشروبات اللي انا حبيت ان اقولك عليها لان المشروبات دي كويسه جدا وبتنزل الدوره، كمان مفيده ليكي لحدوث الحمل ان شاء الله لانها هتنشط المبايض عندك. هو ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم كده يا رب، وقدرت ان انا اوصلك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه تفهم منها الموضوع. متنسونيش من صالح دعائكم ولايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس،
واهم حاجه المشاركه للفيديو عشان غيرك يستفيد بالمعلومه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.